حاجات ما تنساش وانت بتجيبي جهازك. اول حاجه معانا مجفف الخضار، ده ضروري قوي وكمان عملي جدا، وتقريبا ما فيش حد يقدر يستغنى عن مجفف الخضار لان بنستخدمه بشكل يومي. تاني حاجه اللي هي الصفايه اللي اسمها ايكيا، هي مشهوره بصفايه ايكيا. دي بتبقى ستانلس اصل 100%، ما بتصديش ما بتتكسرش، لونها ما بيغيرش، بتتحط كمان على المطبخ. دي حلوه جدا وكان ب 250 جنيه. عندنا اللي هو طقم الغطيان، ده بيتغطى بيه الحاجات. احنا اوقات كتير جدا عندنا اطباق بنحط فيها اكل بنبقى محتاجين لها غطيان، ده في قطع كده مقاسات كتير جدا من الغطيان هنحتاجه وبنستخدمه، وبكام؟ ب 40 جنيه بس. عندنا البتاعه دي اختراع حلو قوي، بيتعلق في الحمام عشان خاطر نحط فيها ادوات النظافه، اللي هي المقشه والمساحه والشرشوبه. بتبقى حلوه وكمان ما بتاخدش معانا مكان وبتلم الدنيا معانا، ودي كويسه جدا ب 95 جنيه بس. عندنا بقى دي المبشره، واللي هي المبشره والعجان. يعني عندنا مبشره جواها مصفى وجواها عجان استانلس اصلي كلهم 100%، ب 225 جنيه بس يا جماعه. الاستانلس الاصلي مش الكروم. ودي طبعا انا مش محتاج اقول لكم ان احنا بنستخدم او بنحتاج كل قطعه فيها في قلب المطبخ بشكل يومي. ده عندنا بديل الفوط، او اللي هي المناديل اللي بتتفرش في اي حاجه او تحت البطاطس او غيره، او يعني لها احتياجات واستلزامات كتير جدا في المطبخ، ودي ب 40 جنيه بس. دبل فيس عشان خاطر لو عايزين نعلق اي حاجه في اي حته، طبعا ده بنحتاجه بشكل يومي، او بيبقى كده بنحطه في درج، لازم نحتاجه في وقت من الاوقات نطلعه من الدرج، وده ب 40 جنيه، بكام؟ ب 30 جنيه بس. عندنا الطبق السيليكون بتاع الاير فراير دلوقتي، هو مش بس اير فراير، ده ممكن يستحمل اعلى درجه حراره، يعني ممكن يخش الفرن، يخش في الاير فراير، بنحط فيه الزيت وبنحط فيه اي حاجه اهو كمان، يعني حلو قوي. كام بقى؟ ب 30 جنيه. ممكن نستخدمه طاقيه وممكن نستخدمه للاير فراير. الحاجات ديت وانت بتجهزي ما تنساهاش، ممكن في وسط الدوشه بتاعه الجهاز والرفايع والبلاستيكات ويلا يا عروسه ننسى الحاجات دي ونرجع نحتاجها بعد كده. ادينا قلناها وادينا قلنا كل اسعارها. وما تنسوش برضو ان احنا عندنا شحن لاي حته في مصر، او تقدروا تيجوا تنورونا في السنتر وتشوفوا الخامات على الطبيعه. سلام.